ازيكم؟ لما تلاقي نفسك في حسبة معقدة جدا ومخك واقف، هيجي على بالك حسبة بيرما الشهيرة. يلا في دقيقة نعرف قصتها اللي حصلت في قرية بيرما التابعة لمحافظة الغربية بمصر. واللي حصل إن كان في فلاحة مصرية فقيرة بتبيع بيض كل يوم في السوق، وفي يوم وهي رايحة تبيع البيض صدمتها عربية، فوقع البيض كله واتكسر، والناس اتلمت وهي بتعيط على رزقها اللي راح. فالناس قررت تساعدها وسألوها عن عدد البيض. ردت وقالت: ما اعرفش، انا كنت بقسم البيض على 2 وبيتبقى بيضي، ولو قسمته على 3 بيتبقى بيضي، ولو قسمته على 4 بيتبقى بيضي، ولو على 5 برضه بيتبقى بيضي، ولو 6 بيتبقى برضه بيضي. اما بقى لو قسمتهم على 7 ما بيتبقاش حاجة واصل، هاتولي بيضي. الناس وقفت تضرب كف على كف، والحسبة طالت وانتشرت لحد ما حلها واحد من الناس وقال إن العدد 301 بيضة. والناس جربت الحسبة ولقيتها صح، لأنها لو قسمت الرقم ده بمعادلة بسيطة على الأرقام من 2 ل6 هيتبقى 1، ولو اتقسمت العدد على 7 ما كانش بيتبقى حاجة. وهي دي حسبة بيرما، بس خلاص.